طلبات خرافية لنيمار من الهلال، بينها 8 سيارات هذه أنواعها. اختتم النجم البرازيلي نيمار انتقاله إلى الهلال بصفقة لمدة عامين سيجني منها 19 بعد 3 مليون دولار أسبوعيا. ونيمار يبلغ من العمر 32 عاما، هو أحد أكبر النجوم الذين انتقلوا إلى المملكة العربية السعودية هذا الصيف، إلى جانب كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو. كذلك دفع نادي الهلال السعودي 45 بعد 99 مليون دولار إلى باريس سان جيرمان لإتمام الصفقة. سيارة فاخرة. بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، طلب نيمار من نادي الهلال الحصول على 3 سيارات فاخرة لنفسه ولمرافقيه، و4 سيارات مرسيدس وجي وجونس، وسيارة فان مرسيدس مع سائق. كذلك طلب اللاعب البرازيلي أن يكون السائق متاحا على مدار الساعة كل يوم من أيام السنة له ولأصدقائه وعائلته. وتشمل السيارات الفاخرة بنتلي كونتينتال جي بي، وأستون مارتن دي بي إكس، ولامبورغيني هوراكان. في المنزل، دعا نيمار إلى ملء ثلاجته طوال الوقت بعصير آسي المفضل لديه، وأيضا بشراب غوارانا لأصدقائه وعائلته. كما طلب وجود 3 حمامات ساونا في المنزل، بالإضافة إلى 5 عمال بدوام كامل، بما في ذلك رئيس الطهاة لمساعدة طاهيه الخاص من البرازيل، وشخصين للاعتناء بالتنظيف. كما طلب نيمار أن جميع تكاليف إقامته في الفنادق والمطاعم والمدن التي قد يزورها في أيام العطلة يتحملها أصحاب نادي الهلال. يقتضي عقد نيمار أن يتقاضى المهاجم أجرا سنويا قدره 6 بعد 175 مليون دولار، وأصبح نيمار واحدا من أفضل النجوم أجرا في الدوري السعودي للمحترفين، خلفه مباشرة مع نادي النصر رونالدو وبنزيما لاعب الاتحاد. كما تم الكشف عن أن الصفقة قد تشمل استخدام طائرة خاصة كلما احتاجه هو أو أسرته للسفر، كما أنه يرغب في وجود مسبح في منزله بأبعاد محددة لا يقل ارتفاعها عن 10 أمتار وطولها 40 مترا. وطالب بأن يضم منزله 3 حمامات بخار، بينما سيحتاج المنزل نفسه إلى 25 غرفة على الأقل، لذلك يمكن لأصدقائه وعائلته والوفد المرافق له البقاء معه. يذكر أن نيمار أصبح أغلى لاعب في العالم في عام 17 و2000 عندما دفع باريس سان جيرمان 45 بعد 152 مليون دولار للتعاقد معه وانتقاله من برشلونة.